كيفي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. والفيديو ديال اليوم تحت طلب واحد المتتبعه وفيه اللي كانت سولاتني، قالت لي حط لينا الطريقه اللي كتزولي بها الشعر ديال الرجلين ديالك. وانا نقول مرحبا، علاش لا. قلت نهار نبي ندير هاد الخطوه هذه ديال ازاله الشعر من الرجلين، غادي ندير هذا الفيديو هذا باش نشرح لكم الوسيله اللي كنزول بها الشعر من الوجه، من الجسم، من كل شيء. اول حاجه بعدا خليني بعدا نشارك معكم الوسيله الاولى، حيت حنايا راه كنبداو تنجربوا، كاينين بزاف ديال الوسائل وكنجربوا، ومن بعد كنبداو تنشوفوا كنلاحظوا هذه ما مناسباناش، هذه هي اللي مناسبانا، هذه هي اللي لقينا فيها راحتنا صافي، وعليها على اساسها كنبقاو مستمرين. بالنسبه لي انا اول وسيله اللي بديت كنحيد بها الشعر ديال الجسم ديالي وهي الرازوار اللي هذا ماشي هاد فينوس، كنت كنستعمل هذيك الرازوار العاديه، ديك جيلات، هذيك هي اللي كنت نستعمل الجسم كله، ولكن مع المده لقيتها ماشي هي الحل المناسب. منين ما عجبنيش الحال في هذيك الوسيله الاولى اللي هي الرازوار، عاد وليت كان شريت هذيك الماكينه ديال الضوء، هذيك كنت خديتها بشحال هذه ب 300 درهم، ولكن الالم عرفتي، واحد الالم اللي ما نوصفليكش. بقات دابا راه مرميه ومليوحه وباقا جديده، ولكن منين كتجبد لك داك الشعر خصكي حتى تعودي عليها، ولكن انا ما قدرتش نتعود عليها، الالم ديالها بزاف، وصدقت غير ضيعت فيها غير الفلوس هكاك، وراه هي باقا محطوطه في البوشيطه ديالها ومليوحه. صافي وليت كنستعمل لاسيغ، هي اللي او الحلاوه، هي اللي لقيت عليهم الراحه ديالي وعجبوني. صافي وليت كنستعملهم الجسم كامل، لا تحت الابط، لا اليدين، لا الارجل، ولا حتى المنطقه الحساسه. غير هو المنطقه الحساسه مع المده هي كتهنيك واحد المده وكتخلي لك البلاصه نقيه ومزيانه. غير هو المعلومات اللي خديت من بعد، اولا بعدا مع التجربه، فهي هذيك الحلاوه مع المده او لاسيغ فهي كتدي الاسمرار المنطقه. هذه وحده، هذه علاش خلاني انني ما باقيش نستعمل الحلاوه او لاسيغ المنطقه الحساسه. ثانيا فهي مع الاستعمال المتكرر، فهي نسميوها، راه سميتها منطقه حساسه، يعني شي حاجه اللي هي حساسه، وديك الحلاوه مع داك النطير وداك الشيء فما مزيانش ليها مع الاستعمال المتكرر، سورتو الى طولنا في الاستعمال ديالها، فهو ما مزيانش لهذيك المنطقه. كيف ما كنقولوا راه شي حاجه اللي هي حساسه ورهيفه. صافي وليت عاوتاني خليت الحلاوه او لاسيغ، كنمشي للصالون كندير كل شيء من الفوق حتى لتحت، كندير لاسيغ او الحلاوه كنقادها غير في الدار انا الا ما كانش بامكاني انني نمشي للصالون. اما كيف ما كيخص المنطقه الحساسه فانا وليت كنستعمل ليها غير الرازوار كي قلت لكم، ولكن ماشي هذيك جيليت، هذيك حيدتها وليت كنستعمل غير هاد فينوس. هذه عمليه بزاف وما كديرش ليا الحساسيه، كيف كتمشي معك، هانتوما شفتوها كي بخاتيك كتمشي معك كيف ما خدمتيها. وثاني حاجه ما تديرش ليا الحساسيه مع هذا الجيل هذا اللي تيكون فيها هنايا في هاد الجوانب هادو، فانا لقيت عليها راحتي، ما كديرش ليا الحساسيه بحال هادوك الشفرات الاخرين تيكونوا ناشفين والمنطقه انا بعدا ما والمونيش. هذه هي اللي لقيت عليها راحتي، واخا هي زايده شويه ماشي شويه بزاف في الثمن، ولكن كوم من بعدا لقيت فيها راحتي. هذه هي اللي وليت كنستعمل المنطقه الحساسه.
اما فيما يخص الوجه فكنت كنستعمل هاد الكريته هذه كنت كنستعملها. ما كانش عندي بزاف، كان خفيف، وحتى داك شويه اللي كان خفيف كان شهيب، يعني ما كانش كيبان بزاف. غير هو منين صافي وانا وبديت كان نستعمل هاد الشفره هذه للوجه ديالي، ولقيت بان داك الشعر منين كنزولو كيبقى الوجه كيبان، كيعطي داك البريون، خصوصا ملي كديري الكريم ديالك، سيرتو الا كان داك الكريم اللي تيكون خفيف بزاف، فهداك اصلا تيرطب مزيان وكيعطي البريونس. هانتوما بحال الكريم الا كان خفيف شتي كيعطيك ديك لا بريونس لوجه ديالك. صافي وعجبني الحال، لقيتو رطيطه صافي، وليت كنستعملها مره في السيمانه ولا مره في كل 15 يوم. داكشي باش ما لاحظتش المشكل اللي دارت ليا هذه، حيت ما كنجلسش واحد المده كبيره بين ما نلاحظ الفرق. انايا كل سيمانه ولا كل 15 يوم كنديرها وكيعجبني الحال. حتى سمعت في واحد الفيديو شفتو ديال واحد الاخت في تيك توك كتهضر على هاد الشفره هذه، قالت لكم راه خايبه ما تستعملوهاش، راه كتزيد في الشعر وهذه وغتلقاو مشكل وهذه 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 وهذه. وانا نكتب ليها راه كنشرح حتى هادشي في واحد الفيديو، كتبت ليها بانني انا كنت نستعملها راه شي عامين، طالعه في 3 سنين دابا، وما عمرها دارت ليا شي حاجه. صافي وانا نمشي وجلست وبقيت عاوتاني شي ايامات غبرت على هاد الشعر، ما زولتوش من الوجه ديالي، قلت بغيت نشوف الفرق. ومنين فعلا لقيت داكشي اللي قالت هو اللي كاين. لقيت هنايا ما كانش عندي بزاف، ولا عندي الشعر ولا عندي ولا كيبان بزاف. كيف ما قلت لكم في الاول كان رقيق وشهيب وما كيبانش، في الاخر ولا كيبان. ومنين طولت ما حيدتوش دغيا كنحس بالبشره ديالتي بحال بدات كتحرش. صافي وانا نقول ستوب، هنايا ما باقيش غادي نستعمل هاد الشفره هذه. من بعد التجارب عاد كتشوفي، حيت انايا بديت كنحيد انايا الشعر، تنزول الشعر ديال الجسم بكري، بديت فيه بكري ماشي معطله كي كنقولوا. فلهذا خديت تجربه، وانا من النوع اللي كيعجبني نجرب بزاف، وجربت هاد الوسائل كلهم. كيف ما قلت لكم جربت الشفره، جربت الحلاوه، جربت ديك لاصيغ في الصالون، جربت خديت ديك الاله ديال الضوء. وفي الاخر ما من خلال هذوك التجارب عاد انت كتوصلي لواحد الحاجه اللي كتلقاي عليها راحتك كل وحده، وفاش كتلقى الراحه ديالها. المهم الوجه وليت خليت ليه الخيط، الجسم كله كندير ليه الحلاوه، وهي اللي لقيتيني بغيت ندير نيت اليوم، بغيت نقادها باش نزول بها الشعر ديال الجسم. والمنطقه الحساسه فانا خليت ليها هاد الشفره هذه ديال فينوس، حتى هي اللي لقيت عليها راحتي. حتى هاد الشفره ديال فينوس الا استعملتيها للرجلين او لا هذه ما، فهي كتكون النتيجه ديالها بحال الرازوار، كينوض كيف ما تنقولوا حنايا خاشين وداكشي ما وما بحال اي شفره، ما عدا بالنسبه للمنطقه الحساسه فهي كتغنيك على ديك الحساسيه او ديك الحكه. وهذا هو. خليوني دابا نمشي نحضر معكم الحلاوه بالطريقه اللي كنستعملها انا. اول حاجه 4 كاس ديال العصير ديال الحامض اللي كنزيد عليه الماء حتى تنكمل الكاس، وكنوضعها في الكاسرونه. نفس الكاس ديال سنيده، وكنوضعها فوق النار. في الاول كنوضع النار كتكون موينه، ما كتكونش خفيفه ما كتكونش مجهده، حتى كيذوب معايا داك السكر. كنبقى كنحرك، ما كنحبش في التحراك لا منين كنبدا حتى تتسالي. منين كطلع فيها الغليه بحال هكا عاد كنجهد البوطه. وكيف ما قلت لكم ما كنحبسش من التحراك حتى تنحصل على داك اللون القهوي اللي كنقلب عليه. ملي كتولي صافي عطات داك اللون اللي كيكون ذهبي هكا قهوي، صافي كنعرفها بانها صافي راه وجدات معايا.
وكنكبها هنايا باش تبرد معايا، عاد ديك الساعه نخدمها. دابا راه سخونه ما تقدريش تحطي فيها يديك. تماره عندنا حنايا البنات، سعدات الرجال ما يضربوا تماره، ما يصبروا الالام لا والو. حنا البنات عندنا تماره صافي. ملي كتشوفوها هكا يعني صافي راه قربت نقدروا نخدموها. وانتم دابا كي كتشوفوا معنا هي بدات غادي تبان لكم بدات كتجمع. هي ولات مع الا بدات تبرد ما كتبقاش جاريه، كتبدا تتجمع هكا. دابا يمكن لينا نخدموها واخا هي باقا سخونه. وانتم كي كتشوفوا واحد التجربه هكا كندير، كناخذ واحد شويه كنديرو في يديا، منين كنلقاها هكا تجمعات صافي دابا يمكن ليا نخدمها. وكنجيب معايا حدايا واحد الطاسه فيها الماء بارد باش هكا نقدر نفزق يديا باش ما تيبسلياش. صافي كناخذ الكونتيتي اللي بغيت. واو هي راه سخونه، هي صعيبه. نتوما كتشوفوا خديت هاد الكونتيتي اللي بغيت، هي باش تحيديها بالمعلقه وسخونه خصك ليها تصبري. وكيف ما قلت لكم نخلي وحدانا هاد الطاسه هادي ديال الماء، كندير يديا في الماء وكنبدا تنخدمها. المرحله الاولى منين كتحيديها من المعلقه هي اللي كتكون قاصحه، وكيف ما قلت لكم كل شويه نرطبوا يدينا بالماء باش ما تقصحش معانا، ونحاولوا نزربوا في الخدمه ديالها، ماشي شي حاجه صعيبه. وتنبقاو نخدموها حتى تتولي هي دابا ولات واجده وكتطلق معانا صافي، وكتولي ساهله كتمشي معنا في كيف ما بغينا. واو هادشي باش تعجبني، هي بحال كتنقي لك البلاصه، بقات البلاصه باينه على هاد الجهه الاخرى، كتجي تتبقى رطبه. هادشي باش كيعجبني انا ندير هاد لاصيغ، شي حاجه اللي هي ساهله. وهذا هو ما نطولش عليكم نتوما الفيديو، وفي نفس الوقت نمشي نكمل انايا العمليه ديال ازاله الشعر ديالي، ونقول لكم فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه عليكم.